النهاردة هنتفرج مع بعض على تصميم داخلي لغرفة فندق. خليكم معانا وتابعونا لآخر الحلقة. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة هندخل مع بعض غرفة فندق. دي غرفة النوم، السرير والدريسر والاتنين كومود والدولاب. دولاب بسيط، وشايفين جريلة التكييف لان ده تكييف مركزي. حاطط جريلة فوق الباب وجريلة فوق الدولاب، وحاطط شباك بيبص على الفيو. شايفين كده ده البول والبحر، هي بتبص على الاتنين. وبرضو في زي ترس، في كرسيين والهاندريل ازاز وميتال من فوق، وموضوع بسيط قوي، وفيو بحر وطول، والجاردن كمان، وبقيت الشاليهات والاوض وكرسيين وترابيزة. وده الباسروم، الحوض على فانيتي يونت وتويلت سيت، وعامل الشاور بلت ان، وشاور هيد شاور، وباب بيتقفل عادي سلايدنج زي ما انتوا شايفين. تصميم بسيط، بس طبعا حاطط البيبر هولدر، السوب ديسبنسر، والحوض زي ما انتوا شايفين above counter. حاطط تريش هولد، وحاطط مستخدم سيراميك عادي، عامل كنار في النص وجرانيت في الارض عند الشاور. تصميم بسيط يعني، وفي نفس الوقت لطيف. وحاطط الالكتريكال بانل ورا الباب زي ما انتوا شايفين كده اول ما بخش. بس انا اخدت بالي من حاجة، طبعا دوت الجرس الجديد زي ما انتوا شايفين بيبقى عبارة عن لقمة بتتحط مع المفاتيح. هو المفروض يبقى ده منظره، ويبقى محطوط على ارتفاع متر جنب الباب بعد ما ادخل الوحدة مع مفاتيح الانارة. بس هو هنا كان في غلط، ان هو كان معلقه فوق مكان ما احنا ما بنعلق الجرس القديم، العلبة القديمة. يعني ده الشكل القديم اللي هو بيبقى كان متعلق فوق الباب، فهي الغلطة ان هم علقوا الجديد بنفس الارتفاع القديم. اتمنى اكون قدرت افيدكم الحلقة دي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم الحلقة الجاية، والى اللقاء.